فيديو جديد من زينة اللي هتكسر المدينة. يلا بينا. لو جوزك قالك انا عايزك تطبخي لي وانتي ما بتعرفيش للاسف تطبخي، هوريكي هتعملي ايه. ايه المشكلة بقى؟ ممكن تفتح يوتيوب تعمل تشوف طنط نادية السيد مثلا، هتتعلم اكيد وهتطبخ. بس قولي لنا رأيك يا زينة، هتعمل ايه؟ هتجيبي له الحله كده وهتروحي له وهتقفي قدامه، هيقولك يا ترى طبختي لي ايه، فهتقولي له انت مش جاهز للي انا طبخته، فهيسالك تاني وهيتحمس، فهتقولي له انا طبختك انت. طبختيه هو ازاي؟ ما هو قاعد قدامك اهوت. فهيبصلك باستغراب وهيقولك يعني ايه طبختيني انا مش فاهم. فاول ما يسالك السؤال ده وهو بيسال، ايه هتطلعي ايه يا زينة من جوه الحلة؟ ايه ده؟ تقومي فاتحه الحله ومطلعه عسل نحل عشان توريه ان هو العسل اللي في حياتك. لا طبعا، لا طبعا، مفيش حد بيوافق على المبدأ ده. يعني انا لو جعان وجبت لي حله فيها عسل نحل انا وافق؟ ايه ده؟ كده بكل سهولة خليتيه يتحمس وخليتيه مبسوط، وأول ما يشوف العسل هيتكسف وهيتبسط وهيطلب لك أكل ومش هتضطري تطبخي. هتكوني ضيعتي كده الموضوع بطريقة ذكية وسهلة. محدش يسمع نصيحه زينه، احنا كنا مفكرينها هترشدنا للطريق الصحيح، بس للاسف بوظت الدنيا خالص. شكرا، باي باي.